يا أهلا وسهلا. ملخص الأسبوع الماضي وبدايته بإغلاق قناة اليمني مصطفى الممري بشكل مؤقت بعد نشر فيديو على القناة يتحدث فيها عن محمد رمضان بعد قرار إيقافه عن التمثيل وانتشار صورة التقطها مع فنان إسرائيلي. أنت تمثل مصر، ومصر الدنيا وبيكرهوا اليهود وسيظلوا يكرهوا اليهود وهم مع القضية الفلسطينية وأكثر الشعب مع القضية الفلسطينية. نمبر 1 أمانة لا ندخلك نمبر 1. وقد تم حذف المقطع من القناة من قبل إدارة محمد رمضان الفتار العظيم خلك قناتي. للمرة الثالثة على التوالي محمد صلاح يتواجد في قائمة ذا بيست المقدمة للفيفا المنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم مع 9 لاعبين آخرين منهم رونالدو وميسي ونيمار. إيلون ماسك يتخطى بيل جيتس ويصبح ثاني أغنى شخص في العالم بثروة تقدر قيمتها ب 128 مليار دولار. في 2020 تجاوز رقم 100 مليار دولار. وكالة الصحافة الفرنسية تصرح عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم يتخطى 60 مليون حالة. رسميا اسكتلندا تستعد لتكون أول دولة في العالم ستقدم منتجات الدورة الشهرية بشكل مجاني للنساء. بصراحة أنا ما فهمت هذا الخبر ولكن عجبني، الذي فهمه يوضح لنا. سيتم إقصاء المغتصبين كيميائيا في باكستان بموجب قوانين جديدة وافق عليها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان. وفاة أسطورة كرة القدم دياغو مارادونا صاحب هدف هاند اوف جول أحد أشهر أهداف مارادونا في العالم. فرقة BTS تتصدر غلاف مجلة اسكوير. متصفح جو الكروم الشهير سيتوقف عن العمل في بداية عام 2022 على أجهزة الحاسوب المزودة بأنظمة ويندوز 7. أصبحت شارلي صاحبة 16 سنة أول شخص يتخطى حاجز 100 مليون متابع على منصة التيك توك. كما صرح الملياردير إيلون ماسك الأسبوع الماضي أن ألعاب الفيديو واحدة من أسباب ثروته، فهي التي دفعته في البداية لتعلم البرمجة ودخول هذا المجال. جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية: إلى الأشخاص المتحولين جنسيا في أمريكا وحول العالم، من اللحظة التي سأصبح بها رئيسا بشكل رسمي، إدارتي سوف تراكم وتدفع لكم وتناضل ليس فقط من أجل سلامتكم ولكن أيضا من أجل كرامتكم وعدالتكم. قام طبيب في ألمانيا بقتل شخصين في العناية المركزة مصابين بكورونا، مجيبا في التحقيقات بأن أراد تخليصهما من معاناتهما. رسميا مجلس الشيوخ المكسيكي يوافق بخطوة تاريخية بتعاطي وتجارة وتصدير الحشيش في جميع أنحاء البلاد. نقابة الممثلين المصريين توقف الفنان المصري محمد رمضان عن العمل في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد التقاط صورة له مع مشاهير إسرائيليين. ومحكمة القاهرة للأمور المستعجلة تحدد يوم 19 ديسمبر المقبل كأولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان، وذلك بتهمة الإساءة للشعب المصري. ما كنت أنا نمبر 1، أنا الزعيم، أنا الألماني، أنا سناب شات أخيرا يعلن البدء عن توزيع الأرباح لمستخدميه، وذلك بقسم جديد سيكون بعنوان سبوت لايت. الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سوني: لقد نفذت كل نسخ بلاي ستيشن 5، تم بيعها كلها، ونحاول الآن جاهدين لتصنيع نسخ جديدة لتكون جاهزة للشراء بأقرب وقت ممكن، ولكن موعد ذلك غير مؤكد بعد. وإلى هنا انتهى ملخص الأسبوع في 3 دقائق. نلتقي الأسبوع القادم. See you again.